السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من سلسلة بيتر بايت. في السلسلة دي زي ما تعودنا بناخد بعض الكلمات المتشابهة ونشوف الفرق ما بينها بالتفصيل وبشكل بسيط وسهل. معانا النهاردة 4 كلمات: كلمة rise، كلمة raise، arise و arouse. يا ترى الفرق ما بين ال4 كلمات؟ نبدأ الأول بريز. raise لها معاني عديدة: يرفع شيء، يربي، يجمع مال. يعني انك لما اقول لك raise money بتجمع فلوس، لما اقول raise children بيربي اطفال، لما اقول لك raise your voice ارفع صوتك، raise your hand ارفع ايدك، raise cattle يربي ماشية. ده معنى raise. بص كده: raise your hand please، ارفع ايدك من فضلك. فده معنى كلمة raise. نيجي بعد كده ل rise. rise يعني يرتفع، يعلو، يزداد أو تشرق. لما أقول the sun rises in the east يعني الشمس هنا بتشرق من الشرق. لو خدت بالك هنا كلمة rise ما ينفعش يجي بعدها object مفعول. ما ينفعش أقول rise the sun، غلط. the sun rises. نيجي بعد كده لكلمة arise. arise يعني يبرز أو تنشأ. دايما بتيجي مع البروبلمز المشاكل أو الopportunities الفرص. لما المشكلة تنشأ من شيء فبقول عليها arise. بص كده: A new problem arose during their discussion. في مشكلة جديدة نشأت، حدثت أثناء مناقشتهم. فهنا arise بمعنى تنشأ أو يبرز. معنا كمان arouse. يعني ايه arouse؟ يثير شك أو مشاعر. arouse بمعنى يثير شك أو مشاعر. مع ال feelings sympathy suspicion و doubt، ولا مشاعر تعاطف أو شك. بص كده: his behavior aroused our suspicion. تصرفه، سلوكه أثار شكوكنا. ده كده الفرق ما بين ال4 كلمات. يا رب تكون الحلقة عجبتنا، وإن شاء الله استنونا في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.